سلام حبيباتي، معاكم بنت قالمة. أنا اليوم عملت لكم لابيري باللحم تاع الدجاج، وعملت لها لاصوص وجات بنينة روعة. تابعونا حبيباتي للأخير باه تستفادوا، وما تنسوناش الجام فضلا وليس أمرا. درك أنا نروحوا مع المقادير. أنا عندي بطاطا قشرتها وغسلتها مليح وقطعتها قطع وحطيتها في الماء وضفت لها الملح، ودرك نحطها طيب. انا عندي اللحم تاع الدجاج تاع الصدر تاع الدجاج، درك انا نقطعوه هك شرائح بالطريقه دي، ونعمل له هذا لاصوص يجي بنين روعه. تابعونا حبيباتي، هو البنه تاعو روعه روعه البنات. درك انا كي نقصهم كامل هيك شرائح. انا عندي توابل، عندي ملح فلفل اسود، وعندي توابل تاع الدجاج، عندي ملعقه هريسه اللي حب يعملها، عندي فلفل احمر. درك انا نحطهم فوق اللحم. هذه التتبيله تجيه روعه وتمد له واحد البنه روعه البنات. ونحط له علبه تاع لايورت طبيعي. درك انا نخلط المكونات تاعي كامله حتى يتخلطوا مليح. وهي هذه الخلطه كي تعملوها شوي بكري تخليو الدجاج فيها يجيكم بنين روعه. درك انا كي طابت معايا البطاطا، درك نحيها من فوق النار ونصفيها. درك انا كي صفيتها نضيف لها قطع تاع المثلثات تاع الجبن. انا حطيت لها 5 حبات، تحبوا تعملوا 4 تحبوا تعملوا 3 اللي عندكم ديروه. وانا نزيد نضيف لها ملعقه زبده، وعندي كاس تاع حليب، بصح انا ما نحطوش دركا حتى نرحي البطاطا مليح باه نضيف لها الحليب. كي تبدا ترحى معايا هيك باه نحط لها انا الحليب. بالطريقه دي هي تجيكم كريميه وتجيكم روعه البنات. تابعونا خطوه بخطوه باه تستفادوا. انايا دركا حطيت المقله فوق النار، حطيت فيها قطعه زبده وحطيت فيها قليل من الزيت، ونخليها حتى تسخن، وبعد نضيف فيها الخليط تاعي تاع الدجاج ونقعد نحرك فيه وخليوه على نار قليله باه يطيب لكم الدجاج تاعكم وما ينشف لكمش لاصوص بعد. بالطريقه دي انا دركا كي طابلي دركا نحيه. انا ما زدتلوش الماء. هذه الطريقه حبيباتي وهو يجيك بنين روعه. درك انا كي طابت معايا لابيري ها هي. دركا التزيين اختياري، انتم زينوا كيما تحبوا، ولكن عجبتكم الطريقه تاعي اعملوا كيفها. انا حبيت نعملهم هكا بالطريقه دي.
ودرك انا ضفت لها الشرائح تاع اللحم، وبعد نزيد نضيف لها لاصوص. هو لاصوص يمدلها بنة روعة البنات. هذا الطبق جربوه وما تندموش ان شاء الله. تقدروا تعملوه في رمضان، تقدروا تعملوه حتى في سائر الايام هيك، ويجي بنين روعة. تابعونا حبيباتي للأخير، وما تنساوناش الجام فضلا وليس أمرا. درك أنا نخليكم مع الفيديو للأخير، وإلى اللقاء إلى الفيديو القادم إن شاء الله.